ننزلين على السمنه اللي احنا مسيحينها ونديها صدمه. هنحط العكاوي على في الحله اللي فيها السمنه ونسيب العكاوي ما نحركهاش لحد ما تاخد لون من الجنب اللي هي عليه، زي ما حضراتكم شايفين كده معانا بالظبط. احنا سخنا السمنه كويس جدا ورحنا نازلين عليها بالعكاوي زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده مش هنيجي بقى زي ما قلت لكم خالص غير لما نحس ان العكاوي لونت من الجرن بتاعنا او الخضار بتاعنا اللي احنا بنسلق فيه اللحمه عامه، او اللي بنحب نعمل بيه الشوربه. تعالوا نعمل مع بعضينا احلى واجمل واسهل طاجن عكاوي. طاجن عكاوي ممكن تعمليه بطريقه سهله وبسيطه جدا، بس اوعدك انك لو جربتي الطريقه دي عمرك ما هتغيريها، ودايما دايما هتعملي اي عكاوي تجيبيها بنفس الطريقه دي. عكاوي جميله جدا وسهله وبسيطه والنتيجه ولا اروع ما شاء الله. طبعا ناس كتيرة مننا ما بتحبش العكاوي، بس العكاوي دي أكلة جميلة جدا وطعمها روعة. وعايزة أقولك بتطلع شوية شوربة بجد تحفة جدا. وطبعا الناس اللي بتحبها ومتعودة عليها بتبقى عارفة قيمة الشوربة بتاعتها وطعمها التحفة اللي لو حطيتيها على أي أكل هتديله جمال مفيش بعد كده. الأول نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم، ونجيب حلة على النار حطيت فيها معلقة سمنة بلدي حلوة كبيرة كده. طبعا العكاوي بتاعتي انا غسلاها ومنضفاها زي الفل، وكمان مصفيها من اي ميه ممكن تكون فيها. هناخد بقى العكاوي بتاعتنا ونروح منزلينها على السمنه اللي احنا مسيحينها ونديها صدمه. هنحط العكاوي على في الحله اللي فيها السمنه، ونسيب العكاوي ما نحركهاش لحد ما تاخد لون من الجنب اللي هي عليه، زي ما حضراتكم شايفين كده معانا بالظبط. احنا سخنا السمنه كويس جدا ورحنا نازلين عليها بالعكاوي زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده مش هنيجي جنبها بقى زي ما قلت لكم خالص غير لما نحس ان العكاوي لونت من الناحيه التانية. وطبعا يا ريت الحله تكون واسعه علشان نحط فيها العكاوي زي ما حضراتكم شايفين كده وتكون مفروده، ما نحطش العكاوي فوق بعضيها. لو ما عندكيش حله واسعه شويه ممكن تعمليها في طاسه. المهم ان تكون العكاوي مش فوق بعضها، يعني تكون كل عكوه كده لوحدها كده في قلب السمنه. ما تحطيش العكاوي فوق بعضيها علشان ما تنزلش ميه كتير. زي ما حضراتكم شايفين كده اول العكاوي ملونت معايا رحت قلبها على الناحيه التانية على طول زي ما حضراتكم شايفين كده معانا، لان احنا عايزين العكاوي تاخد صدمه من جميع الجهات وتقفل المسام بتاعتها علشان ما تنزلش ميه، يبقى العكاوي محتفظه بالعصاره بتاعتها جواها. بنقلبها بقى كويس جدا من جميع الجهات، وكل شويه بنروح مديلها تقليبه كده. احنا عايزين زي ما بقول لكم ان احنا نشوحها من كل ناحيه، نخلي اللحمه بتاعتنا او نخلي العكاوي بتاعتنا متغلفه من كل ناحيه. بعد كده بقى هنجيب التوابل اللي معانا. التوابل اللي معانا عباره عن فلفل اسود وكزبره ناشفه وكبابه صيني، وطبعا لو حابه تحطي رشه من جوز الطيب حطي رشه من جوز الطيب مفيش اي مشكله، وكمان رشه بهارات اللحمه. وكمان هحط معايا ورق لوري، وهحط فصين 3 كده حبهان، وهحط معايا عودين قرنفل، عودين او 3 كده او 4 من القرنفل. هنحط بقى معانا البوكيه جرني بتاعنا او الخضار بتاعنا اللي احنا بنسلق فيه اللحمه عامه، او اللي بنحب نعمل بيه الشوربه بتاعتنا، اللي هو عباره بقى عن طماطم عن جزر فلفل عندك كرفس تمام طبعا، يعني شويه خضار كده هون عشان ينكهوا الشوربه بتاعتنا. طبعا الملح مش هحطه دلوقتي خالص، الملح هحطه لما اللحمه بتاعتنا او العكاوي بتاعتنا تبدا تدخل في سوا. بعد كده بقى هنزل عليها بالميه السخنه، ميه مغليه، بحط عليها ميه مغليه واسيبها بقى لحد ما تستوي. بتاخد كتير؟ لا ما بتاخدش بقى كتير في السوا، مادام احنا مشوحين العكاوي بتاعتنا تشويحه كويسه ونازلين عليها بميه بتغلي، ان شاء الله مش هتاخد معاكي سوا كتير، يعني ممكن ساعه ساعه وربع كده، على حسب طبعا نوع العكاوي او على حسب نوع الذبيحه اللي انت جايبه منها العكاوي، يعني مش هتاخد سوا كتير ان شاء الله. بعد كده بقى هنجيب طاسه بعد ما العكاوي بتاعتنا استوت كويس جدا، هنجيب طاسه ننزل فيها برضو بمعلقه حلوه كده من السمنه البلدي، وطبعا لو مفيش سمنه بلدي ممكن اي سمنه مفيش اي مشكله. واروح نازله عليها ببصلتين كبار زي ما حضراتكم شايفين كده مقطعين جوانح. البصل بتاعي هديله تشويحه كده، انا بحبش احط الثوم مع البصل ني، لاني بحب ادي البصل تشويحه الاول وبعد كده انزل عليه بالثوم اديله تقليبتين. وبعد ما بحس ان ريحه الثوم كده طلعت معايا او طلع له ريحه او يتشوح تشويحه بسيطه كده بس ما يحمرش يبقى برضو ابيض، واروح نازله عليه بمعلقه كبيره كده من الخل. وعايزه اقول لكم بقى شموا الروايح التحفه اللي تفتح النفس فعلا وتجري الريق. بعد كده بقى بنزل عليهم بشويه خضار، شويه خضار عباره عن 2 طماطم كده مقطعين قطع صغيره،
وكام قرن فلفل احمر على فلفل اخضر على فلفل رومي. طبعا لو مش حابه تحطي فلفل حامي ما تحطيش، انا حطيت فلفل حامي. بعد كده بقى بحط بقى الملح بتاعي، بحط رشه من الفلفل الاسود، بحط مكعب من المرق، بحط شويه توم بودره، شويه بصل بودره، بحط رشه بسيطه برده كده من السكر، وبقلب كل المكونات بتاعتنا دي على بعضيها. وطبعا حطيت رشه من الحبهان البودر ورشه من القرنفل البودر لو موجود عندك، لو مش موجود خلاص مفيش مشكله، احنا كده كده حاطين في الشوربه. قلبت الخليط بتاعي تقليبه كويسه، ورحت واخده كوبايه من شوربه العكاوي ورحت حطاها على الخليط اللي معانا. وكمان جبت كوبايه من الطماطم المعصوره، عصره طماطم في الخلاط، خدت منها كده بقى كوبايه. زي ما حضراتكم شايفين كده بدوق بقى الطعم تحفه، الطعم بجد تحفه والريحه تجنن. بسيبها بقى تتقلب كده مع بعضيها تقليبه كده او تغلي غلوه مع بعضيها. بعد كده بقى باخد العكاوي بتاعتي بروح حطاها في الخليط اللي معايا. وطبعا حطيت ملح في الشوربه للعكاوي علشان العكاوي تبقى متحيقه كويس جدا من جوه. باخد بقى العكاوي بتاعتي بعد ما اتاكدت ان هي استوت تمام جدا، العكاوي تستوي كويس جدا، ما استناش ان هي تستوي معايا في الطاسه او في الطاجن، لان انا كده مش هحط الطاجن لانه يستوي، انا هحط الطاجن بس في الفرن انه ياخد تشميعه كده بس، او ريحه الطاجن او ريحه الفرن. حطيت بقى العكاوي اللي معايا كلها في نفس الخلطه اللي انا عاملاها، وقلبتها بقى تقليبه زي ما حضراتكم شايفين كده علشان العكاوي تاخد من طعم الخلطه اللي انا عاملاها. الخلطه دي تحفه جدا، وعايزه اقول لكم تتاكل كده حاف من غير عكاوي. يعني عايزه اقول لك لو هتغمزيها بعيش كده لوحدها هتبقى هايله جدا وطعمها ولا اروع، او هتاخدي منها وتحطي على رز او تحطي على مكرونه، طعمها بجد تحفه جدا. انا بقى حطيتها في الطاجن، والطاجن بتاعي انا كنت مسخناه في الفرن، يعني الطاجن طالع سخن جدا، وكمان حطيت فيه العكاوي بالخضار بتاعها وهم سخنين جدا. هيدخل الفرن طبعا كده مش هياخد وقت خالص، مجرد ان هو يشكشك معايا كده في الفرن وياخد طعم الفرن وطعم الطاجن، وتاكلي احلى شويه كوارع. بجد طعمها تحفه جدا، والطريقه دي يا بنات لو جربتوها هايله جدا وهتعجبكم جدا باذن الله. ما بعملش غيرها، ودايما بعمل نفس الطريقه كل ما بجيب عكاوي. وعايزه اقول لكم كمان ان نفس الطريقه ونفس الطاجن بعمله كمان للكوارع، نفس الطريقه بالظبط بعملها للكوارع، وبتطلع احلى طاجن كوارع ممكن تعمليه برضه او ممكن تاكليه. جربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم، ويا ريت تبقوا تقولوا لي رايكم في الطاجن العكاوي بتاعنا النهارده ايه. زي ما حضراتكم شايفين معانا كده الطاجن طالع بيشكشك وطعمه تحفه، ويا ريت الريحه تكون واصله لكم. وطبعا الشوربه بتاعته بتكون خطيره، طبعا ممكن تعملي عليها شويه ملوخيه خضراء وشويه لسان عصفور، هتبقى تحفه جدا بالشوربه الجميله دي. او ممكن كمان تعملي عليها شويه فته، بجد هتدي اي اكله هتحطيه عليها هتديله طعم لا يقاوم، لان الشوربه بتاعتنا جميله جدا وطعمها حلو جدا جدا جدا، هتحطيه على اي اكل هتديله طعم مميز جدا ان شاء الله. بعد كده بقى الطاجن بتاعنا بقى ممكن تزوقيه باي حاجه، انا ما كانش عندي اي حاجه، حطيت عليه قطعتين كده من الفلفل زي ما حضراتكم شايفين ونص ليمونه. وطبعا مش قادره اقول لكم الطاجن طعمه تحفه قد ايه، ان شاء الله مش هتعرفوا الا لما تجربوه. يا ريت لو جربتوه بقى وعجبكم الطاجن ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وسبسكرايب للقناه ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.